دهون البطن العنيدة اللي كل مرة بتفضلي تدعي انها تروح من وشك وللأسف لازقالك، واللي عشانها بتشربي أسوأ وأصعب وأمر المشروبات وبرضه مفيش فايدة. المشكلة دي مش مشكلتك لوحدك، أكتر من 70% بيعانوا من المشكلة دي، واللي هي بنسميها مشكلة الكرش أو دهون البطن العنيدة أو الدهون الحشوية. النهاردة في 3 خطوات بس هقول لكم ازاي نتخلص تماما من المشكلة دي، وده مش مجرد كلام كده بنتكلم فيه، لأن انتوا هتشوفوا النتيجة بنفسكم لو اتبعتوا الخطوات دي. الخطوة الأولى وهو الصيام المتقطع. عايزاكم تركزوا جدا ان الصيام المتقطع هو العدو الأول لدهون البطن الحشوية. طيب ايه هي فكرة الصيام المتقطع؟ في الصيام المتقطع بيبقى اليوم بتاعك مقسوم لنصين، النص الأول وهو النص اللي انت هتاكل فيه الأكل بتاعك، والنص التاني هيكون صيام. طيب يعني بتاكل في الجزء الأول من اليوم وهو اللي بيكونوا 8 ساعات متصلين، وال16 ساعة الباقيين برضو بيكونوا متصلين، وهم دول اللي بتكون صايم فيهم ويكون متضمن فيهم الساعات بتاعة النوم بتاعتك علشان نقلل فترة الصيام على الجسم، مع التركيز انه خلال فترة الصيام ممنوع ان احنا ناكل اي حاجة، بس المسموح ان احنا هنشرب مشروبات عادية او مشروبات عشبية لكن بدون سكر تماما، زي مثلا الشاي او القهوة او اي مشروبات اعشاب زي قرفة وجنزبيل او ينسون او اي حاجة تكون بتحبها. طيب هل خلال ال8 ساعات دول المفروض ان انا اكل كل حاجة؟ يعني اكل الاخضر واليابس؟ لا، بتاكل في حدود السعرات بتاعتك، وما ننساش ان احنا نشرب ميه كتير قوي، 3 لتر ميه على مدار اليوم. وطبعا بالنسبه للسلطه فهي هيكون طبق اساسي معاك سواء في الفطار او في الغداء او في اي وجبه لازم هتاكلها. طيب هو الصيام المتقطع ده ازاي بيفيد الجسم بتاعي؟ خلال فتره الصيام الجسم برضو بيكون محتاج طاقه علشان يعمل كل النشاطات اللي هو بيعملها، وفي نفس الوقت احنا مانعين عنه كل الاكل. يروح بقى الجسم يدور على اي مصدر علشان يطلع منه طاقه، يروح جري على الدهون المخزنه اللي بتكون في منطقه البطن او في منطقه الكرش علشان يبدا يحرقها وياخد منها الطاقه اللي هو محتاجها، وبالتالي بيساعدك على انك تقلل من الوزن بتاعك بشكل عام، وكمان تقلل من دهون البطن. النقطه الثانيه وهي بعض من الاطعمه هتحاول تمتنع عنها. الاطعمه دي اصلا بتزود بشكل كبير جدا الدهون الحشويه، زي طبعا جميع الاطعمه المقليه بشكل غير صحي، وكمان الاطعمه المعالجه، الحاجات اللي انت بتلاقيها في السوبر ماركت الجاهزه زي مثلا اللانشون، البلو بيف، دي بتندرج تحت قائمه الاطعمه المعالجه. برضو المشروبات الغازيه وكل الحلويات وكل المعجنات والمخبوزات دي كلها بتزود بشكل ضخم جدا من الدهون بتاعه البطن. النقطه الثالثه، انا طالبه منك انك تستمر في الحركه. عايزاك كل يوم تمشي، سواء مشي عادي او مشي سريع، نص ساعه، ولو مش هتقدر كل يوم ممكن نخليها يوم ونريح يوم وبعدين يوم، بس المشي من الحاجات الممتازه جدا اللي بتساعدني على حرق دهون البطن. لو اتبعت ال3 خطوات دي هتلاقي فرق كبير جدا في دهون البطن وفي الكرش، وكمان هتيجي تكتب لي كومنت تحت الفيديو ده.